لو كنت غاوي نجارة أو كنت مبتدئ، سهل جدا تقطع مقاسات المكتب ده بصينية التقطيع أو بمنشار الأركت أو حتى بالمنشار اليدوي. وجميع مقاسات المكتب وطريقة التجميع هعرفها لك داخل الفيديو وبأسهل طريقة، فخبط على اللايك بشاكوشك الحلو وتعالى لي. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ويتشرف بكم دائما نجاركم أبو مسلم. أيها الأسطى الكبير، خليني أقول لك إن الخطوات اللي عملناها على ماكينة السي إن سي، سواء كانت تخريم أو تقطيع مقاسات أو حتى حلاوة غرف النوم اللي نفذناها قبل كده على ماكينة السي إن سي، ما هي إلا كود مساحته صغيرة جدا تقدر تحملها بكل سهولة على ميموري زي ده أو فلاشة. وده السبب اللي خلاني أقطع المكتب على ماكينة السي إن سي، لاني حابب في المستقبل اصنع لك مكتب او دولاب واحط لك الكود بتاعهم في وصف الفيديو وبشكل مجاني. فلو حاسس انك ممكن تستفيد، اشترك في القناه لو كنت على اليوتيوب، واعمل متابعه لو كنت على الفيسبوك، وشير الفيديو لاي حد يهمك علشان الكل يستفيد. القشاط ده 8 مللي، وهنسمر بالدباسه اليدوي. طبعا الدباسه اليدوي دي تعتبر 3 في 1 وفيها مميزات كتير، وفي نفس الوقت سعرها معقول، وكنت عملت عليها مراجعه قبل كده وهسيبه لكم في الوصف لو حد حابب يشوفه طبعا.
اكيد يعني وارد جدا وانت بتضرب بالدباسه مسمار يبقى راسه بارزه شويه يعني، فما فيش مانع يعني انك بالشاكوش وتديله دقه كده يعني تظبطه، ما فيهاش حاجه يعني، عادي عادي عادي، مش معنى كده ان الدباسه وحشه يعني، لا طبعا اطلاقا. وعلى فكره انا شايفك اللي ما عملتش لايك على فكره، عشان بدري قلت لك اعمل لايك وانت ما عملتش لايك ومصر انك ما تعملش لايك، فتعمل لايك يعني، اعمل لايك عادي ما فيهاش حاجه. ايوه هو الزرار ده، ايوه اضغط عليه، اضغط عليه وجنبه زرار احمر دوس عليه برده، اسمه اشتراك هو، ها. كده غطست راس المسمار اللي سمرناه بالدباسه اليدوي بقيمه 3 مللي علشان ما يبوظش كاستير الفاره اللي هشتغل بيها دلوقتي. كده بقوا سوا بعض بالظبط وهم على الارض، لسه ما ركبتهمش طبعا، بس لازم اتاكد ليه، لان انا مركب قواشيط، والقواشيط اشتغلت عليها بالفاره علشان خاطر، بص كده، بص كده المح اهي تلاقيها، القواشيط دي بعد ما خدت منها بالفاره كنت بقوصها من هنا عشان المركز ده والمركز ده يبقوا كانهم رجول بالظبط، يبقوا هم اعلى حاجه بالظبط في المكتب، عشان كده انا عملتهم بالفاره. شوف كده يبان هنا اهو، هنا باينه انها هي مرفوعه من على الارض، وهنا وصل الارض وهنا وصل الارض، علشان امنع المكتب من انه يرقص او يتمرجح. عايزين بقى نركب دي، تعتبر صدر المكتب، هنسمرها فوق. نعدل المكتب بتاعنا، ودي تعتبر اقل تكلفه ممكن ان احنا نصنع بيها مكتب اطفال. والقطعه الخشب ال20 سم اللي احنا حطيناها بعرض المكتب دي، فهي بتمسك المكتب من انه يروح يمين وشمال زي ما انتم شايفين. هنحط القرصه ونشوف هل اقل تكلفه دي ممكن تكون عمليه ولا لا. يعني لو كانت 10 سم فاحنا بنقسمها، ولو كانت الزياده عن الجنبين 8 سم زي كده، فانا بخلي 4 سم يمين و4 سم شمال، يبقوا زايدين عن الجناب يعني بوسطنها. ناخد علامه للاحتياط، وكذلك علامه تاني من هنا،
وكمان 4 سنتي هناك، ونشد علام عشان نظبط عليه. ادي القرصة ودي العلامات اللي انا علمتها اللي هنظبط عليها. وكمان واحد. يا خسارة يا خسارة. ايوه شكرا يا عم، متشكرين جدا لحضرتك، كتر الف شيرك. عملنا المكتب ده من لوح بانوه. بانوه يعتبر صناعة رديئة، ولكن حبيت اعمل بيها المكتب ده علشان اختبره واشوف الطريقة الاقتصادية دي موفرة جدا في الخشب، مش واخدة خشب كتير، وفي نفس الوقت اختبره بشكل شخصي. هل هيستحمل معايا قد ايه؟ هيتفكك، هيستحمل، هيلق، هيتلخلخ، كل ده هعرفه. واكيد هعمل لكم بيه فيديو تاني بعد كده اعرفكم هو عاش ولا لا. طبعا ده اللاب الغلبان بتاعي اللي انا بمنتج عليه الفيديوهات، وفي نفس الوقت بعمل عليه تصميمات اللي بقطعها على مكنه السي ان سي. فيعني الراجل كتر خيره انه شغال وصابر معايا. وبرضه ما اقدرش انكر ان انا عشري شويه لما بيكون عندي جهاز شغال، من الصعب جدا اني افرط فيه بسهوله او ابدله. ولكن هنا الجهاز يعتبر مروحته هي دي المروحه اللي بتشفط الهواء وبتطرد من هنا، او بتطلع السخونيه من الجنب من هنا. فانا عملت له الجزء ده، الفتحه ديت هي الاكبر والاهم طبعا، وبقيه الفتحات دي للتهويه. بالاضافه انا جايب له مروحه اضافيه هركبها في الجزء ده من تحت. طبعا فتحات التهويه دي كلها سهل جدا انك تخوشها ببنط التخويش عاديه جدا، ولكن انا صممتها على الارت كام، بالنسبه لي ما سببتليش مشكله ولا صعوبه. طبعا حتى الفتحه الكبيره دي في درجات في بنط التخويش تقدر تعمل بيها مكان زي ده، او الفتحه الكبيره دي تقدر تعملها بالارك. وطبعا دي المروحه الاضافيه اللي انا جايبها علشان تساعد في تبريد العملاق ده. طبعا يعني هو محتاج، يعني طبعا المفروض محتاج تكييف لوحده عشان خاطر يبرده. فهو ده التكييف الخصوصي اللي انا هركبه له علشان خاطر يبرده او يساعد في تبريده. بس طبعا هتركب من تحت ونجرب هل العبقري ده الغلبان ده هيتظبط كده ويبطل يسخن، ولا يعني نضطر اننا اسفين نحيلوه على المعاش ونجيب واحد جديد. وكده نبقى ركبنا المروحه اللي هتبرد على اللاب
وطبعا ده احنا بنعمله لما بيكون اللاب على قد حاله او موديل قديم زي اللاب بتاعي كده بالظبط. ففي وقت الحر او الصيف اكيد طبعا هيسخن منك، وخصوصا لما تكون بتشتغل عليه فترة طويلة. وكمان مش هنسى اوضح لك الدبوس ده اللي احنا كنا اتكلمنا عنه، اللي موجود في ميزه من الثلاث مزايا اللي موجودين في دباسه انكو اللي كنا عملنا عليها مراجعه قبل كده، وهسيبه لك في الوصف لو ما شفتوش او حابب تشتري دباسه زي دي. وكده احنا نبقى خلصنا من البدايه، عملنا المكتب وخلصناه هنجربه، وبنفس الوقت عاملينه باقل تكلفه زي ما انتم شايفين كده، ما تقلتش في التكلفه، وفي نفس الوقت كاختبار علشان نشوف اقل تكلفه زي دي هتمسك نفسيها ولا لا. وفي النهايه مش هنسى افكرك بالاشتراك والجرس، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو عندك اي سؤال او اي ملاحظه اكتبها لي في التعليقات علشان اطور من نفسي. كان معكم ويتشرف بكم دائما نجاركم ابو مسلم.